السلام عليكم. يعني أنا نفس الشخص عادي، وده نفس المكان في نفس الفيديو والله بتاع المرّة اللي فاتت، ولكن الأفكار تختلف والمكان يبقى واحد، ونريد أن نقول إنه أنا كنت مروّح طبعًا الضهر والجو كان حَر جدًا موت، ففكّرت ماذا لو كنت قعدت في الجامعة ذاكرت شوية بدل ما أروّح بيتنا وباضيّع الوقت كالعادة وما باذاكرش، والعقل الإبداعي يطلع هنا ونقول نفتح الstartup بتاعة مكان ونخلّيه أرخص ونوفّر كل الحاجات التانية اللي الstartups التانية مش عارفة تعملها في مصر. ولكن أولًا أنا ما كانش معايا فلوس، وثانيًا افتكرت حاجة اسمها WeWork دي كانت شركة طبعًا في أمريكا، وعرفتها عادي عشان أنا كنت سايب اللي ورايا واللي قدامي، وبدل ما أقعد أذاكر كنت عمّال أقلِّب في اليوتيوب. الخلاصة يا حبيب قلبي إن هو الشركة دي كانت عايزة تفتح كتير workstations يعني، وهي لو مش عارف هي تقريبًا كانت حوالي بتُقدّر ب47.000.000$ يعني أنت لو متخيل الرقم تمام، ده كان في 2019 يعني حتى قبل التضخم وما إلى ذلك. ولكن طبعًا الفكرة فشلت في الآخر، وهتقول لك هتفشل ليه؟ هتفشل طبعًا عشان هُم فتحوا فروع كتير فشخ. في أماكن كتير، وطبعًا مش كل الناس هتروح كل الفروع دي، والفكرة ما كانتش عملية أوي للدرجة، وطبعًا فلّسوا يعني مش محتاج أقول لك كده. أولًا لازم تاخد بالك إن هو في الأول وفي الآخر يا شوية شباب يعني هو work place يعني الموضوع مش معقّد للدرجة دي. ثانيًا هو أنت مش كنتاكي أو KFC أو إن أنت مثلًا فاكر نَفْسك start مش عارف مين عشان تقعد تفتح في الدول الكتير فشخ، أنت مش فاتح في أمريكا بس، أنت فاتح كمان في أوروبا وفاتح في أماكن كتير، فاللي هو أنت منتشر بغباء، أنت هتتحكم في كل ده إزاي أساسًا وأنت بسم الله لسه بادئ أول امبارح. طبعًا في سوء قيادة أكيد، بحيث إن كان في مشاكل مع المدير التنفيذي وما إلى ذلك. وطبعًا الفكرة في الحوكمة، إن أنت طبعًا لو إحنا خدنا ماكدونالدز على سبيل المثال، فماكدونالدز طبعًا كل الفروع هتبقى زي بعض، كل الحاجات بتطبق هي. لو رُحت هنا زي ما رُحت في الصين، طبعًا الحوكمة هنا كانت ضعيفة، فالتجربة في كل مكان هتبقى مختلفة عن التانية. وما أقدرش أقول لك طبعًا إن دي بتحصل كتير فشخ في أمريكا، التقييم مُبالغ فيه جدًا يعني. يعني هو بيشتري مكان ويأجره والناس بتروح تقعد فيه عشان تذاكر وبتاع، فاللي هو ليه 8 حاجة و40.000.000$ في شركة زي كده؟ طبعًا ما اقدرش أقول لك إن هو طبعًا بسبب الانهيار المالي اللي حصل في 2019 الشركة طبعًا يعني خسرت كتير جدًا، وتم الاستحواذ على الشركة بشكل جزئي يعني، وطبعًا هيكون في تراجع كتير جدًا بالنسبة للنظرة الحالمة اللي هي كانت للشركة، وطبعًا كل اللي خلّاني أفكّر في إيه، إن أنا روّحت بيتنا عادي في نفس اليوم، وضيّعت اليوم في الآخر وما ذاكرتش، ولكن عرفت إن فكرة زي كده هتكون فاشلة في مصر طبعًا، فما حبيتش إن أنا أعملها يعني. يعني الفلوس ما كانتش أزمة بالنسبة لي.